واش تقدري ديري مملحة روعة بلا عجين وفي وقت قياسي تجي مقرمشة على برا وبنينة ومفرمجة ومعسلة الداخل كيما راكم تشوفوا. ديريها في اخر دقيقة وراح يشكروك عليها بزاف، سورتو الى عندك وليدات صغار في الدار يعشقوا في هذو الاكلات. ما تعرفي لا كي تاكلي في صالي ولا في شاورما ولا في تاكوس، جربوا هذه الوصفة وراكم راح ان شاء الله تدعوا لاختكم ام فله بالخير. نبداو على بركة الله، ودايما كيما نقول لكم لمزيد من الوصفات السهلة والناجحة ما تبخلونيش باللايك والاشتراك، وهكا تستفادوا وتحفزوني باه نزيد لكم اكثر واكثر وصفات. بسم الله نبداو على بركة الله. هنا كان عندي صدر دجاج قطعته دي بتي دي هكا دي مرصو صغيرين كيما راكم تشوفوا فيه. صغروا المرصوات باه يتشرب هذيك لا ماريناد ويجيكم بنين بزاف. هنايا زدت له مغرف تاع لا موتارد، وديري الملح حرور، توابل تاع الشاورما، وزيدت له هنايا عصره تاع الليمون لازم ديريها، هي اللي راح تمد لهذيك الدجاج تاعك ولا اللحوم تاعكم تعطيهم واحد الطراوه هايله. جربوا تشوفوا عصير الليمون دائما في هذو لي ماريناد تاعكم. ومن بعد هنايا ضفت لها 2 ملاعق تاع اكل كبار تاع زيت، والمايونيز اللي ما نستغناش عليها في لا ماريناد تاعي تعطي فاني واحد الطراوه واحد البنه اللي فاخس تاعكم هايله. زدت هنايا شويه حمار حلو غير على جال لا كولور، ونخليها تريح في غرضها. نجيب هنايا الخبز تاع التاكوس كيما راكم تشوفوا فيه، ديروه ورقه فوق ورقه كيما قلت لكم بدون عجين. جيبي غير هذه ديجا تخرج لكم 24 حبه تاع مملحات. ضربك هنايا كانوا عندي انايا 6 ورقات فقط، خرجوا لي 24 مملحه، وما شاء الله في الكبره تاعها كبيره وبنينه بنينه بنينه بنينه. جربوها رجعوا لي خبر. دوك هكا قسمتها على 4. وهنا عندي هذه لاكول لازم ديري فرينه وخلطيها بالماء باه تلصقي هذوك لي كورني تاعك. لازم تلصقي لي كورني تاعك مش حين يتبلعوا لك لما لصقتيهمش. لووا هكا الكورني تاعكم، ولازم تبازوا على هذيك الجهه التحتانيه تاع الكورني لازم تتبلع. جيبي بانسو هكا وفوتي هذيك لاكول تاعك تاع الفرينه والماء وبلعي والضغطي مليح للتحت هكا بما يخرجلكش الحشو ولا الفرماج اللي راح ديريه. وإلا صدتي الزايد من الفوق سقميها غير بالمقص، نحي لها الحاشيه باه تصنعي كورني شباب. ونكمل كامل الكورنيات تاوعي ومن بعد باه نعمرهم. هكا نزيد معكم غير وحده باه تشوفوا كيف ديروا تبلعوها للمبتدئات ولا اللي ما عرفتش كيف دير تبلعها. تبعي طريقه برك سهله جدا. دوري برك الكورني والجهه الفوقانيه هي اللي ديري فيها هذا الفرينه بالماء، وكي تجي تبلعي الضغطي ما تخافيش عليه، ما حيصرالو والو كيما نعرفوا هذا غير خبز برك. وهنايا بلعت، وهذه الزياده لكم تشوفوا فيها اللي صتها الفوق نحيها بالمقص هكا بيجيكم لي كورني تاعكم متحوفين ويجوا كامل على حبه. نحط هنايا لي كورني تاوعي على جهه، ورحت جبت مقله درت فيها شويه زيت، سخنت هذاك الزيت، درت بصله نخلي البصله تاعي تذبل، كي نزيد لها شويه من الملح وشويه حرور. كي نشوفوه ذبل لي هذاك البصل نجيب هذيك الكميه تاعي تاع الدجاج اللي كنت قطعته ودرت له لا ماريناد، نحط هذاك الدجاج ونقليه ونخليه حتى يطيب تماما. وراني نحرك ونشوف كي نشوفه طاب لي ونعرفوا باللي طاب لي مليح مليح، نروح نضيف له مغرفه كبيره ولا 2 تاع فخوماج تاع البيدون. فرماج تاع البيدون او راح يعطي له واحد البنه واحد القوام. شوفوا هنايا بعد ما طاب لي الحشو تاعي مليح وتاكدت باللي طاب، زدت هنايا نص كاس تاع حليب ونزيدو كيما قلت لكم مغرفه كبيره تاع فرماج تاع البيدون وخلطوا. وهذا هو الحشو تاعنا ساهل مهل ويكثر بالبنه. جربوه ورجعوا لي الخبر. هذا بصح لازم هنا نوصيكم لازم تخليه يعاود ينشف شويه، ما لازمش ديريه مشمخ هكا سينو هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. كي تنشف لك كامل لافاغ تاعك تبقى شويه برك فيها هذيك التعليكه وهذيك التفرميج، طفي وخليها تبرد. نروحو دروك نعمروا لي كورني تاعنا. هنا قبل ما نعمر ديري شويه فروماج غابي هكا على جهه برك على الجنب باكي تعمري ما يهبطلكش كامل هذاك الفرماج تحت، وتجيك الفرماج كامل على الكورني في الجنب تاعو. نعمر هذا الكورني تاعي كي تعمروه عمروه مليح حتى الفوق، بس كان حين نرمدوه ونحين نديرو فيه لا شابليو ولازم يكون الفم تاعو معمر يباه يجيكم كورني شباب في الديكور تاعو. ومام كي تاكلو تكون لافاغس الداخل كاينه كميه مليحه. كيما قلت لكم هنا الفرماج لازم ديروه هكا برك على الجنب باكي ديروا لافاغس
تروح لافارس حتى لتحت وما يهبط لكمش الفرماج. نكمل انا لي كورني تاوعي كامل نعمرهم، وكنت درت الزيت تسخن. ديروا الزيت في حاجه غامقه شويه دو بريفيرونس، وبديت تعمري هكا. ومن بعد دوك نوري لكم الخليط اللي راني حنرمد فيه لي كورني تاوعي. هنا تجيبي 3 ملاعق ولا كبيره تاع فرينه، زدت شويه حمار حلو، زدت شويه كركم، والحمار حلو درتو على جال لا كولور حيت لا كولور شابه. وزدت هنايا شويه حرور، ديري شويه ملح، وتجيبي الماء تاعك، ما ديري لا بيض لا حتى حاجه، غير برك فرينه وماء وهذوك لي زيبيس، وخلطي خلطي خلطي حتى تتحصلي، حتى يولي لك هذاك الخليط كيما لاباري اللي نديرو فيها المعقوده قبل ما نقلوها. هذه حنايا نخدموا بها المعقوده قبل ما نقلوها، برك ما نديرولهاش كامل هذو لي زيبيس، نديرو لها غير الزعفران والماء والملح، وديري هكا بالفرشيطه حتى يولي لك هذاك الميلونج تاعك ليس، وما تجريهاش بزاف، لازم تكون شاده روحها شويه. ومن بعد نبدا نجيب في لي كورني تاوعي، وراني وجدت لا شابلور هنايا، راني حاطه وصفه تاع لا شابلور دو بريفيرونس. دائما توجدوا لا شابلور تاعكم وتخلوها، هذو هما الصوالح اللي ينقصوا علينا التعب في الكوزينه. تصيبي روحك تعبتي مش نيشان تحطي في الاخر وترمدي، ماشي تروحي فاني توجدي لا شابلور وتصيبي روحك عييتي في طوع تعب واحد تتعبي زوج تعب. هنا درت هذيك الكورني تاعي رمتو، درتو في الاولى في ديك الفرينه، ومن بعد نجيبو نديرو هنايا في لا شابلور، وسورتو هذاك الفم تاع الكورني تاعكم بلعوه مليح بلا شابلور كيما راكم تشوفوا. ومن بعد ندوه مباشره للزيت باه نقلوه بعد ما كان الزيت تاعي سخن. وكي تقلوه على درجه حراره متوسطه، ما تزيدولوش النار باسكو تنحرق لكم ديك لا شابلور، والزيت تاعكم تولي فيها هذيك الكحوليه وتخسر لكم كاع لي كورني اللي من موراهم. نحطوها الاولى على فمها، على فمو هذاك الكورني نحطوه، ومن بعد نبداو ندورو ونزيد نكمل لي كورني تاعي كاملين نبانيهم، نديرهم في هذيك الخليط تاع الفرينه، ومن بعد في لا شابلور، ومن بعد نقلوهم. وكي يدونا تحميره شابه هنا برك عسوهم، ما تخلوهمش ينحرقوا لكم باه يعطوكم نتيجه شابه. هذه قلت لكم تحليه عفوا، هذه المملحه مام تقعد الغدوه من ذاك وتقعد مقرمشه، تحسبي هذا وين قليتيها. جربوها جات ولا اروع. وكيما قلت لكم بلا عجينه بلا تمرميد، بلا ما تستناي العجينه تخمر لك ساعه نص ساعه، ومن بعد ديغازي، ومن بعد الاخر كي تكوني مغصوبه ويكون عندك الخبز تاع طاكوس، وجدي غير لافارس تاعك وديريها، وان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحه والهنا. وان شاء الله ما تبخلونيش بلي جيم ولي كومونتير تاعكم. هكا ما انا نتحفز ونبدا نحط لخواتاتي وصفات اكثر واكثر. نكمل هنا لي كورني تاعي كامل نقليهم، وكي يبداو يدو تحميره شابه نحيهم، ديريهم في بابي فوق بابي هكا باه شويه الا كان هذاك شويه تاع الزيت هبط، سينو هما ما يجوش كامل شاربين الزيت. راكم راح نجربوها باذن الله وتعرفوا على راني نهضر. هنا بعد ما قليت لي كورني تاعي شوفوا نتيجه ما نحكي لكمش، واحد البنه ديجا لا فوتو راهي تكتر بالبنه. هنا كانت عندي شويه لا مايونيز وشويه فروماج غابي، درت هكا باه نديكوري برك هذاك الكورني تاعي. ولا ما كانش عندك لا مايونيز تقدري ديري ميم هذاك فروماج تاع بيدون، ديري هكا تطلي الفوق تاع هذا الكورني مليح مليح، وديري هذاك لو فروماج غابي. تبغي تخلي ماكك سامبل وتاكلوهم بالصحه والهنا كيما تبغوا، التزيين يرجع لكم. وهذه هي هذه هي المملحه. شوفوا لي الداخل هذاك التحسال، من برا مقرمشه ومن الداخل طريه ومعسله ومفرمجه وبنينه بنينه بنينه، قد ما نوصف لكم فيها وقليل. ان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحه والهنا. نترككم في امان الله، ونتلاقاو في وصفه اخرى باذن الله.